صدفة غريبة اتسببت في أعظم اكتشاف أثري في التاريخ. حرامية آثار اضطرت الحكومة المصرية عشان تساومهم تحط صورة شخص فيهم على العملة وقتها. حكاية عيلة كانت هتبيع نص تاريخ مصر وهم ما يعرفوش. حكاية اكتشاف أكبر مقبرة ملكية في مصر. تفتكروا اللي حصل مع عيلة عبد الرسول ده كان صدفة ولا وراه سحر خطير؟ ممكن تتخيل إن معزة كانت السبب في أعظم اكتشاف للمومياوات في تاريخ مصر؟ مش هيجي في بالك صح؟ طبعا هتقولي إزاي ده حصل؟ هقولك بقى تابع معايا للنهاية عشان الحلقة دي حرفيا بسميها حلقة المفاجآت. في القرون السابقة حدثت العديد من الاكتشافات الأثرية الجبارة، ولكن دايما لما بنتكلم عن أعظم اكتشاف أثري بيجي في بالنا حاجة واحدة بس، مقبرة الملك توت عنخ آمون. المقبرة اللي بتضم أكتر من 3500 قطعة أثرية معظمهم من الذهب. ولكن صدقني لو لسه بتعتبر الاكتشاف ده هو الأعظم في التاريخ فبالتأكيد انت غلطان. عايز تعرف ليه؟ خليك معايا شوية. في فبراير سنة 1871 واحد من عيلة عبد الرسول وتحديدا الابن الأصغر أحمد عبد الرسول كان بيرعى الغنم مع أخوه محمد، وفي مرة وهو بيرعى الغنم لقى معزة جرت وحاولت تهرب منهم، فراح وراها عشان يرجعها لحد ما وصل لقمة جبل، وأثناء ما كان بيجري لقى المعزة اتكعبلت ووقعت في بير محفور في الأرض، فوط عشان يشوف ايه اللي موجود عند البير، وإذا بسرداب محفور تحت الأرض وعمقه بيصل ل20 متر. فجري أحمد على محمد أخوه وحكاله على الموضوع، فرد محمد إنهم لازم يجيبوا المعزة دي فورا قبل ما تموت. وبالفعل اتجهوا للبئر ومعاهم حبل ومصباحين، ونزل أحمد للبير وهو مربوط بالحبل في إحدى الصخور، ومحمد أخوه كان بيتابعه من فوق. وبعد ما نزل أحمد لنهاية البئر لقى المعزة فعلا، ولكن الغريب إن كان في ممر جوه البئر منحوت في الصخر، فمشي أحمد في الممر ومعاه المصباح لحد ما اتكعبل في تابوت فرعوني، وبص لكن ما لقاهوش واحد ولا اتنين، دول كانوا عشرات التوابيت الفرعونية، ده غير القطع الأثرية المرطرطة اللي موجودة في المقبرة، ومنها كمان المصنوع من الذهب. أحمد حرفيا كان هيتجنن لدرجة إنه كان بيقول في نفسه هو أنا لقيت كنز علي بابا ولا إيه؟ الموضوع حرفيا كان فتحة خير عليه هو وأهله، فطلع يجري عشان يقول لأخوه، واللي بالتالي قال لباقي العيلة إن خلاص كده الدنيا ضحكت لهم. وكان كل فترة وفترة ياخد أحمد ومحمد حتة آثار كده في السر ويبيعوها للتجار، لحد ما قالوا كفاية كده إحنا نعمل بقى تجارة لنفسنا. وبالفعل بقى أشهر تجار آثار في الفترة دي، وده طبعا لأن القطع اللي بيبيعوها أصلية 100%. الكلام ده حرفيا جنن التجار، بقوا مش عارفين القطع اللي بيبيعوها دي بتقع لهم منين. وبصراحة كده أحمد ومحمد كانوا أذكياء قوي، ما كانوش طماعين يعني، فما فيش مرة طلعوا كذا قطعة ورا بعض، وده عشان سعر الآثار في السوق ما ينزلش وتفضل قيمتها عالية زي ما هي. ده غير إنهم ما بيطلعوش غير الآثار اللي وزنها خفيف، وما كانوش بيهتموا خالص بالمومياوات. كده كده في الوقت ده المومياوات ما كانش ليها قيمة زي دلوقتي، والموضوع كان بيتقاس أكتر بالذهب والأحجار الكريمة. وفضلوا على الحال ده لمدة 10 سنين، يجوعوا السوق ومرة واحدة كده ينزلوا بحتة ولا حتتين من التقال، وهكذا لحد ما جات الضربة القاضية ليهم، والكلام ده سنة 1881. في الفترة دي مدير الآثار المصرية العالم الفرنسي جاستن ماسبيرو بدأ ياخد باله إن في آثار مصرية بتظهر في متاحف بره مصر، والراجل خد باله إن الآثار دي أغلبها بترجع لنفس الأسرة أو الفترة الزمنية دي بشكل عام، فقال لك بس يبقى في حد لقى مقبرة وبيسرب الحتت دي منها، فعمل خطة ذكية جدا ما تخرش المية، خلى واحد أجنبي من الأثرياء يمثل على التجار كده إنه مهتم بالقطع الأثرية الأصلية. وبالفعل التجار بدأوا يعرضوا عليه شغل، والأجنبي كان بيشتري فعلا وما بيقولش لأ، لحد ما التجار شربوا الطعم ووثقوا فيه وبقوا يطلعوا له القطع الغالية. وفي يوم من الأيام حد عرض عليه قطعة عليها نفس رموز القطع اللي كانت معروضة في متاحف أمريكا وباريس، وطبعا مش محتاج أقول لكم مين الحد ده، أحمد عبد الرسول. على طول بلغ ماسبيرو الشرطة عنه وقبضوا عليه بالفعل يوم 4 إبريل، وبدأوا يستجوبوه عشان يطلعوا منه بالمعلومات. بس الراجل كان كل اللي على لسانه دي حتة كده لقيتها بالصدفة وما معيش غيرها. طبعا الشرطة ما اقتنعتش بكلامه وبدأوا يعذبوه لدرجة انهم عملوا له عاهة مستديمة، وبرضه احمد ما غيرش اقواله، وكل اللي على لسانه مش معايا غير الحتة دي. وفي الوقت ده كان اخوه محمد عبد الرسول بيجمع اهل البلد كل يوم ويطلعوا قدام السجن ويقولوا احمد بريء وماشي في السليم، لحد ما الشرطة بقى عليها ضغط من كل النواحي، الاهالي والصحافة وقلة المعلومات، وعشان كده اضطرت الشرطة انها تفرج على احمد. اول ما احمد رجع لبيتهم ولقى ان الامور استقرت كلم اخوه قال له انا عاوز نص اللي في المقبرة ليا، انا اللي اتعذبت واتهنت يبقى المفروض تجازيني. بس محمد رفض وقال له مفيش زيادة، وغلطتك بقى انك وثقت في الجاسوس اللي كان عامل نفسه تاجر.